اللي قطعوا الفلوس في التيران من الجماهير الجزائريه غيدخلوا للحبسه وغياكلوا العدسه، غيتحاكموا طبقا للقانون المغربي. ضروري غيتحاكموا باش تجي لدوله، اي دوله تقدر تمشي لشي دوله اوروبيه وتشد النقود ديالها، الفلوس ديالها امام الناس وتبدا تقطع فيها، ولا زعما الحقره حقرنا المغاربه. حنا عندنا قانون، الا قطعتي الفلوس تشد، وان شاء الله ما تخموش دوزوا معنا رمضان والعيد الصغير والعيد الكبير، وربما العام الجاي ان شاء الله. المهم دوزوا الصيف والشتاء والربيع، تعرفوا مزيان على المغرب، حيت ماشي زريبه. المغرب راه دوله عندها مؤسسات، عندها قانون، عندها امور لابد من احترامها كما الدول الاخرين. نفس الشيء، تا هما عندهم قوانين، الا دخلتي خصك تحترمها. واش انت دابا جيتي للمغرب يمكن لك تحيد لنا الاشاره الضوئيه، تهرس لنا الدجاج، تضرب المواطنين؟ لا، راه انت جزائري ضيف. لا، انت ماشي ضيف. انت لا كانت هذه بحال الضيوف بحال هكا ناقص منهم. الا كنتي غادي تجي دير لنا الفتنه وتنوض لنا الصداع، بناقص منهم. الضيف اللي هو همجي، والضيف اللي ما متخلقش، والضيف اللي ما مربيش، والضيف اللي فيه الشغب، ما عندنا ما نديرو به. حنا نصلحو تجي تفسد. سير فاش الكرا اللي كاينين تما، فاشهم تما اللي عندكم تم، اتقوا الله عز وجل. راه المسلم من سلم الناس من لسانه ويده. وانت ما عارفش الاسلام. كون كنتي مسلم ما ديرش هذيك الطريقه، تقطع الفلوس وتكسر كذا ودير يعني امور ديال التخريب، وانت جاي ضيف لدوله اخرى، وجاي كما كنقولوا باغي الدور واحد شويه تدير لنا حنا الروينه. ومرحبا بكم في الحبسه، وتاكلوا العدسه وتدوزوا معنا ان شاء الله رمضان، وتدوزوا كل شيء. والحبس تعرفوا المعامله ديال المغاربه في الحبس، غادي يعاملوكم معامله طيبه وزوينه، وحتى الجزائريين يتعرفوا على الناس. حتى دوك هما اللي في الحبس غير غلطوا، دوك اللي دخلوا للحبس عندنا في المغرب مغاربه، هما يغلطوا. حتى نتوما غلطتوا وشرقتوا، تحاسبوا، دوزوا الوقيته وسيروا لبلادكم ديك الساعه. وتحيه للشعوب اللي كتجي وما كديرش شغب، وتحيه لجميع المسلمين. راه المسلم خصو يكون خلوق، اما هاد الاعمال ماشي ديال المسلمين. نسال الله السلامه والعافيه.